الأفاضل طلبة تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. Assessment Week 8. ختمنا يا بطل الشابتر على خير، والأسسمنت نازل يليق بمستوى المجهود. الأسئلة كويسة ما تخافش ومش كتير. الأسسمنت ده كلامه قليل، بس الجملة الدخول عليها محتاج من حضرتك تركز شوية معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول which of the following graph is correct. بس كده، واربع رسمات طبعا ما شاء الله، حاجه محترمه قوي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اول ما تشوف جراف، طول ما انت بتتعلم كيمستري، ما بحبش اتكلم الا في مادتي بس، طول ما انت بتتعلم كيمستري اول ما تشوف جراف اكتشف الاكسس. طيب الاكسس اتوميك نمبر من 20 ل 30، والكلام ده ثابت في الاربعه جراف. وبعدين الواي اكسس نمبر اوف سنجل الكترونز. طيب السنجل الكترون دي ايه؟ ان حضرتك ترسم اوربيتال فتلاقي ان في احد الرسومات في الكترون عايش لوحده، ايا كان هو بقى في اس، في بي، في دي، في اف، مفيش مشكله. هو عايز عدد الالكترونز ده يتعمل له بلوتنج على رسم. وطبعا اشكال الرسومات زياده وثبات وبعدين نزول، زياده وثبات وبعدين نزول، بس هنا الثبات عند 5، انما الجراف ده الثبات عند 6. ده زياده وانخفاض على طول مفيش ثبات، وبعدين ده زياده وثبات بدون نزول. الطلسم ده هيتفك ازاي؟ تبقى صبور كده وما تزهقش. تعال، الارقام من 20 لغايه 30، فانا هكتب الارقام هنا اهي 20 وبعدين 21 وبعدين 22 23 24 25 26 27 28 29 و30. كل ما اشتغل انا وانت ونجيب سنجل الكترون هنحط عدد تحته هنا، ولما نبص على الارقام هفهم انا وانت السكيل او الجراديويشن الصح ماشي ازاي. طيب اول اليمنت في السؤال اسمه اكس 20، هتوزع باستخدام الارتجاز عشان الوقت، يبقى ارجون 18 وبعدين 4s2. 4s2 دي يبقى معنى كده ان اخر اوربيتال عنده فيه 2 الكترون. ما هو مش معقول السنجل الكترون هيبقى في الارجون يعني، ده ان ارتجاز كل حاجه عنده كامله. وهنا كمان الاس كامل، وبناء عليه ال 20 ده الرد عليه هيبقى 0 لان هو ما عندوش سنجل الكترون. فكده بقلم احمر اهو الرقم هنا 0، مفيش سنجل الكترون. الاليمنت اللي عليه الدور هيبقى اسمه اكس برضو 21 ارجون 18، وبعد ما كتبت كده كتبت 4s2 وبعدين 3 دي لقيت فيها 1. طيب هرسم ال 3 دي هنا واثبتها عشان كل ما نجيب استنتاج نروح نقراه من على الدي اللي مرسوم. وسع شويه، سنه صغيره تحت، دي سب ليفل محترم اهو، 2 3 4 5 في الكترون واحد، يبقى كده عدد السنجل الكترون بقلم احمر 1. 22 element الاتوميك نمبر بتاعه 22، يعني زاد هنا الكترون، فكده دي هتزيد كمان الكترون، فحضرتك هتعمل هنا كمان الكترون هنا، يبقى كده في 2 الكترون سنجل، يبقى هنا 22 ب2. element اكس الاتوميك نمبر بتاعه 23 حضرتك، يبقى دي فيها 3. اروح انا بقى احط كمان سنجل الكترون في الدي، خدت بالك؟ فلاقي عدد السنجل الكترون اللي موجود ساعة ما اتكتب الالكترون الثالث اكتشفت كده ان في 3 سنجل في الدي. 24 والمستر مرة واحدة كده من غير مقدمات قام ملون مكان على السبورة، واضح ان ال 24 ده هيبقى فيه حاجة، وقلم اسود وبالراحة كروميوم 24. ده انا بفكرك بس لو انت ناسيه يعني. الارجون 18 كلام كويس، وبعدين عدد السنجل الكترون بعد كده 4s فيها 1 وبعدين ال 3 دي فيها 5. اليمنت مش طبيعي، التوزيع بتاعه بيحط في الاس سنجل الكترون اللي هي 4s، وال 3 دي اللي تحته دي بيبقى فيها 5 الكترون. قد السنجل كده يا صاحبي
1 في الاس و5 في الدي، يبقى اجمالي عدد الالكترون السنجل 6. يبقى 1 2 3 وبعدها 6، مفيش 4 ولا 5. كان الرقم ده اللي عليه ظل ده كان امتى يبقى 5؟ وطبعا انت حاسسني بتكلم وانا هادي، يعني السؤال ما فاجئنيش لان ده شابتر 1 في سنه ثالثه. اللي انا واقف بعمله ده بالظبط، بنفس الجراف، بنفس السؤال، بالملي، من غير اي تعديل. كتير علينا يا مستر، ما يهمش، اجمد. المستر مرماش الورق وجري، المستر معاك اهو. فبقى هنا 6 الكترون. الظل ده امتى كان يبقى 5؟ لو كان قال عدد السنجل الكترون في الدي، كنت انا كتبت مكان دي 5. انما انت قلت سنجل، يبقى كل السنجل يبقى 6. بعد الكروميوم 24 هيجي إليمنت اسمه اكس، ما يهمنيش اسمه، الاتوميك نمبر بتاعه 25. التوزيع ارجون 18، وبعدين 4 اس فيها 2، وبعدين ال 3 دي فيها 5. نرسم دي جديدة ما يجراش حاجة. 1 2 3 4 5 الكترون، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. 5 في الدي، ال5 طلع كلهم سنجل. حضرتك هتطلع هنا عند ال 25 وتحط 5. 26 عدل الرقم ده بلون مختلف، خليه 26 كده. الدي هيبقى فيها 6، حضرتك خلي دول 6. مضطرين سيادتك نعمل بيرنج هنا. بعد ما حطيت كله سنجل هرجع اعمل بيرنج، فعدد السنجل الكترون ب4 بس. فقمت طالع لدي تحت ال 26 وقمت كاتب 4. 27 هنعدل الرقم هنا او نكتب واحدة جديدة ما يجراش حاجة. 27 ارجون 18 اهي، 4 اس فيها 2، ال 3 دي فيها 7. عشان احط في الدي 7 يبقى لازم هعمل بيرنج هنا، يقوم عدد السنجل الكترون يقل يبقى 3. يبقى حضرتك تيجي عند دي وتحط 3. طب وال 28 بدل 27 خليها 28 وعدل. والله يا فندم ال 28 دي هتخلي السبعة دي 8، عشان الارجون 18 و2 20 و8 28. هروح احط هنا الثامن اهو بقلم بلون مختلف خالص اهو. عدد السنجل الكترون اللي في ال 28 هيبقى 2 بس، لان سعادتك كده ما عادش باقي غير دول اللي سنجل. نفس الحركة، ظل ملون، وقف الحصة، كبر 29 تاني. امال ايه اللي مش عارف يعرف؟ الكبر ده إيليمنت التوزيع بتاعه ارجون 18، ال4 اس بتاعته فيها 1، وال3 دي 10 18 ارجون 18. تروح طالع عند الدي حضرتك بكل هدوء، مزود الكترون هنا مقفله عشان الدي 10، وراسم لنفسك ال4 اس وحاطط فيها الكترون واحد سنجل. يبقى ال 29 طلع عنده سنجل الكترون واحد اهو. 30 اللي هو اخر حاجه خالص، ارجون 18 وبعدين 4 اس 2 3 دي 10. هجيب سنجل الكترون منين؟ الاس 2 والدي 2، يبقى 0 سنجل الكترون. عدد السنجل الكترون بصفر. اروح عند دي واقوم قايل له 0 0 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0. ده اجمالي عدد السنجل الكترون اللي حضرتك هتختار له جراف. عايز جراف طلع من 1 ل 2 ل 3 ل 6 وبعدين نزل ل 5 4 3 2 0 تاني. ده فين يا فندم؟ اللي وصل لقمة ال6 وبعدين رجع نزل. اعتقد ان الانسر هتبقى الجراف ده اللي هو مترقم لترسي عندك. مظبوط مظبوط. انت كتبت نمبر اوف سنجل الكترونز، ما حددتش المكان، يبقى اي الكترون سنجل انا هعتبره. تمام؟ امتى كانت الاجابه تبقى دي؟ لو كان 1000 الدي، لان الدي
في 5 مرتين، مرة في الكروميوم ومرة في المنجنيز، فكانت تبقى هنا لو كانت جملة ات دي سب ليفل كان ده يبقى الجراف. بما انك ما حددتش فالارقام زادت من 1 ل2 ل3 ل6، وصل ل6 اهو، الراجل عارف هو بيرسم ايه، وبعدين رجع نزل تاني لغاية اما جاب الصفر. جملة واخدة نص صفحة وحلوة بصراحة. المسألة التانية element X الالكترونيك كونفيجريشن او الالكترونز بتاعته in 4s equal number of electrons in 3D، يعني ال 4s بتاعه وال 3D فيهم اعداد متساوية. طيب كده يبقى الاكس بوزيتيف 2 بكام؟ هو انا ازاي اوصل ل 4s و 3D بعدد متساوي؟ نبدأ السطر من اوله، يبقى 1s فيها 2، 2s2، 2b6، وبعدين 3s2، وبعدين 3b6، وبعدين 4s2، وبعدين 3d. وحضرتك طالما عندك 4s و 3d يبقى 3d اخر حاجه. انت بتقول بقى ان عدد الالكترون اللي في 4s بيساوي 3d، يبقى معنى كده ان 3d ب 2. الكلام ده مكتوب فين بالظبط؟ في لتر A، بس ده مش الاجابه لان ده الاليمنت. هو عايز ايه؟ عايز الاليمنت يتحول لايون بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 يبقى لوز 2، وطالما لوز 2 يبقى هشيل 2. منين؟ من ابعد واحد. مين ابعد واحد؟ اللي قدامه اكبر كوانتم نمبر. يبقى حضرتك لو هتعمل لوزنج احترس، هيبقى من هنا اللي هو المكان ده. طب مليني بعد ما شلت الالكترون هيبقى 1s2 وبعدين 2s2 وبعدين 2b6 وبعدين 3s2 وبعدين 3b6. ال 4s يا تكتبها 4s0 يا ما تكتبهاش، يبقى اللي بعد كده 3d فيها 2 اهي. فهم ده الكلام الصح. الإجابة لتر A امتى؟ لو لغيت آخر حتة في السؤال وطلبت الإليمنت تقول لتر A. حضرتك عايز الأيون أهوت بعد ما شلت ال 4s. The element in which all its electrons are distributed in 6 completed sublevels. Its atomic number is 6 sublevels مليانين. اكتب لغاية ما تخلص السبليفل السادس. 1s2 يبقى 1، 2s2 يبقى 2، 2b6 يبقى 3، 3s2 4، 3b6 يبقى 5، 4s2 ده السادس. انت بتقول سب ليفل مش ليفل، خلي بالك. 2 4 10 12 18 20. شكرا، صفحة خلصت. اتوم اوف ان element فيها سنجل الكترون واحد في 3b. ممكن يكون في سنجل الكترون واحد في 3b ازاي؟ اهو يا مستر، تعمل 3b كده وتحط سنجل واحد اللي فيه بس كده بس. ها الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا هندي يا ابني. ايه ده؟ واحد سنجل اهو. يبقى انا عندي اوبشن بيقول 3b1 يبقى عنده سنجل الكترون واحد، واوبشن اسمه 3b5 عنده سنجل الكترون واحد. اقسم البورد وكمل من اول السطر. 1s2 2s2 2b6 3s2، وهنا 1s2 2s2 2b6 3s2. نجمع 2 4 10 12 1 يبقى 13، 2 4 10 12 و5 يبقى 17، 13 و17، 13 و17 دي عايزة تتعدل بس. 13 اهي و17 كده يبقى عنده سنجل الكترون في 3b. مظبوط. 4 quantum numbers of last electron in atom كذا، يبقى الاتوميك نمبر كام؟ انت فهمت ايه من الحرفين دول؟ فهمت ان انا في 3D فعلا الN ب3 والL ب2، يعني حضرتك بتهزر. طب ده مين بقى؟ ده 5 صناديق حضرتك، 1 2 3 4 5 ودعدعنة كبير. طيب -2 -1 0 +1 +2 لازم اوصل للبوكس ده عشان انت قايل الML -2.
ويكون دماغ الالكترون فوق عشان البوزيتيف هاف. هتدخل ال 3 دي واول ما توصل للصندوق ده بالكترون لفوق، انا حطيت العلامه في مكان غلط، لازم اوصل لاول بوكس ده اهو نيجاتيف 2، بس الالكترون يبقى اب. هتلاقي نفسك عملتها من اول واحد، بس خلاص حوش ايدك كده انت جاوبت. انت عارف الرقم ده لو نيجاتيف كان يبقى الخمسه اوربيتال اللي قدامك اهم، 1 2 3 4 5، وتقول 1 2 3 4 5، وبعدين تيجي تعمل هنا واحد داون، يبقى انت كده وصلت. بالترتيب يا مستر، بالترتيب، تمشي بالترتيب، تحط الالكترونز سنجل سنجل زي ما هوند قال، وما تعملش بيرنج الا لما تخلص. يبقى احنا هنفكر على اللي فوق ان ال 3 دي ب1 من اول السطر 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 1، المجموع 21. Which of the following represent the number of orbitals partially filled with electron for an element its atomic number is 19. partially filled يعني عنده سنجل الكترون، لما يبقى الالكترون عامل كده يبقى اسمه partially filled، اللي هي half filled اللي هو سنجل الكترون، كل دي نفس المعنى. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 1، كل ده completely filled. اذا اللي عنده سنجل الكترون اوربيتال واحد، اوربيتال واحد في atomic number 19 represent the number of orbitals partially filled with electrons for an element with atomic number 19. partially filled هو اوربيتال واحد بس بتاع ال 4s. طيب الاختيار مش موجود، احنا حالين صح طبعا والاجابه 1. طب تعالى كده عد معايا الاوربيتالز كلها، جايز هو ما خدش باله ومفروض كلمه بارشلي دي تتشال. هنا واحد، هنا 1 3 1 3 1 1 1 2 و3 5 و1 6 و3 9 و1 10. الجمله دي كلمه بارشلي لو اتشالت الاجابه هتبقى سي. اوربيتالز بارشلي فيلد يبقى حضرتك بتتكلم مع الهاف فيلد بس، يبقى الاجابه 1 لان ال1 الكترون اللي في اس الوحيد اللي سنجل، وحصل خير. Which of the following diagram shows the correct distribution of electron in last energy level of oxygen؟ atomic number الاكسجين 8، واخر حاجه في الاكسجين متوزعته 4 الكترون في البي باستخدام قاعده هوند، سنجل 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 دبل. انا عايز رسم بالشكل ده. الاجابه الصح لتر A، دي غلط ليه؟ مفيش سنجل الكترون داون. دي غلط ليه؟ 2 في نفس الاتجاه عمل مشكله مع باولي، هنا عمل بيرنج وساب اوربيتال فاضي عمل مشكله مع هوند. If you know that the sum of spin quantum numbers of the electrons of an element equals 3, then the atomic number of this element is مجموع الكوانتم نمبرز بتاعت السبين بتاع element بيساوي 3. الله يخرب بيت دي جمله. يبقى اتوميك نمبر الاليمنت ده كام؟ ماشي. هو قيمه الام اس بتاعت اي اليمنت او بتاع اي الكترون بتساوي كام؟ بتساوي الام اس هو اوبشن من 2، اما بوزيتيف هاف واما نيجاتيف هاف. طب انا لو اديتك مثال بعدد صغير تفهمني، يعني مثلا وزعت الكربون 6 اهو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 2 بي 4 2 بي 2 كمان، مش 2 بي 2 اهو. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو رسمت ال1 اس فيها 2 الكترون، وعلى الطرف 2 اس فيها 2 الكترون، وهنا 2 بي في الكترون هنا والكترون هنا، يبقى عند سعادتك مشكورا المنظر ده في عدد من الالكترونز السنجل. طيب انا عايز الام اس لكل واحد فيهم، بسيطه يا مستر. ده بوزيتيف هاف
وده نيجاتيف هاف، وهنا بوزيتيف هاف، وده نيجاتيف هاف، والاتنين دول واحد بوزيتيف هاف والتاني بوزيتيف هاف. انت حسيت انا عايز اقول ايه؟ لا. طب بص لي، اي اوربيتال في 2 الكترون مجموع الام اس بتاعه هيبقى بصفر. اجمع دول الناتج زيرو، اجمع دول الناتج زيرو. اذا وجود قيمه للام اس، لما تقول ان انا جمعت الام اس بتاعت الالكترونز كلها اللي في اتوم، القيمه دي لن تظهر الا بوجود الكترون سنجل مع بعض. عشان اجمع بوزيتيف هاف وبوزيتيف هاف يطلع الناتج بواحد. اذا لو اداني سؤال بيقول مجموع الام اس بتاع الكترونز اتوم كامله بيساوي رقم، الرقم ده عباره عن ايه؟ بيعبر عن قيمه الام اس لكل من هو سنجل. طب وهي الناس دي ملهاش؟ لهم، بس واحد بوزيتيف هاف والتاني نيجاتيف هاف، فالمجموع بصفر. طيب يبقى هنا المجموع بصفر وهنا المجموع بصفر وهنا في مجموع بواحد. وقت ما يتقال لك الام اس بتساوي رقم، بتساوي 2، بتساوي 1، بتساوي 3، طالما جمعتهم على بعض يبقى الرقم ده يخص فقط السنجل الكترونز. وعدد السنجل الكترونز اللي موجوده في الاتوم بيساوي سمشن اوف ام اس بتاع الاتوم كلها مضروب في 2. ازاي الكلام ده؟ اهو مجموع الام اس هنا كام؟ بوزيتيف هاف وبوزيتيف هاف يبقى 1، اضرب 1 في 2 يطلع 2، يبقى عدد السنجل الكترون ب2. طب والناس اللي عايشه كابلز، يعني الناس اللي عايشه اتنينات دي، ما هم مش هيدوا لحضرتك حاجه، لان انت اي اوربيتال فيهم هتجمع فيه الرقمين على بعض هيطلع لك بصفر. سؤال عسليه، عدد السنجل الكترون في اي اتوم. هو مش قانون، هو انا بحل المساله بس. بيساوي مجموع الام اس بتاع الاتوم كلها اللي حضرتك كتبته ب3، انت اللي قايل لي، وهضرب الرقم ده في 2. لو طبقتها على السؤال يبقى 3 في 2 بكام؟ بتساوي 6 سنجل الكترون. مين بقى اللي على حضرتك عنده 6 سنجل الكترون؟ عايز تجرب في الاختيارات جرب، بس انا من غير ما اجرب الكلام ده لن يحققه الا الكروميوم فقط، الوحيد في ال3 سنين بتوع ثانوي، مش في اولى ولا تانية. ده السنه دي والسنه الجايه. لو جيت توزعه هتلاقي ارجون 18، وبعد الارجون 18 في 4s1 وبعدين 3d5. فتتفاجئ حضرتك ان في هنا الكترون سنجل في ال4s، والدي فيها 5 سنجل، 1 2 3 4 5. ده الكترون الثاني الثالث الرابع الخامس. حط رقم السبين كوانتم نمبر، يبقى بوزيتيف هاف لده وبوزيتيف هاف لكل واحد في دول، اضربه في 5 يبقى معايا هنا 2.5، وده نص بتاع اللي لوحده تدي لك المجموع 3. روح للمذكرة كده اهي، الكروميوم 24 اللي هو اول اوبشن. مجموع الام اس، جملة اول مرة اشوفها. مجموع الام اس لاي اتوم لو له قيمة ب2 ب3 ب1 يبقى ده نتيجة وجود سنجل الكترونز. الناس الدبلد، الناس اللي عاملة بيرنج في الاوربيتال، دول بوزيتيف هاف ونيجاتيف هاف راحوا مع بعض فما لهمش رقم. يبقى انا لو قلت لك ان توتال سمشن اوف سبين كوانتم نمبر اوف ان اليمنت ايكوال 0، يبقى الاليمنت مش موجود؟ لا موجود وزي العسل، بس ما عندوش ولا الكترون سنجل، لان كل الاثنين اللي جنب بعض، واحد بوزيتيف هاف والثاني نيجاتيف هاف، النتيجه بصفر. ده سؤال كويس. electronic distribution of X positive 1 ion whose nucleus contains 29 بروتون. هوزع ال 29. خلي بالك ان ال 29 ده الكبر، والكبر ابنورمال، ما انت لازم تبقى صاحي بقى. انا بوزع الكبر اللي هو 29. اتفضل من غير انرت جاز 1s2 2s2 2b6 وبعدين 3s2 وبعدين 3b6 وبعدين 4s1 وبعدين 3d10. نص اسئله الاسسمنت على الكبر والكروميوم.
طيب هتعمل بوزيتيف 1؟ هعمل بوزيتيف 1. يبقى الاكس بوزيتيف 1 بيساوي، شيل الابعد واحد، ابعد واحد اهو، ابعد واحد اهو، ده ابعد واحد اهو، 4 اس فيها 1. لما تشيله يتبقى عند حضرتك 3 دي 0، انا اسف 3 دي 10. يبقى انا عايز حد بينتهي ب 3 دي 10 بس ال 4 اس بتاعته مش مكتوبه اهي يا فندم، لان ال 4 اس كان فيها الكترون وانت شلته. كوانتم نمبر whose value never be negative، ما ينفعش يبقى نيجاتيف ابدا. ال n وال l، لان ال n ارقام رايت from 1 to 7، وقيم ال l 0 و1 و2 و3، يبقى برنسبل اند سبسيديري. الجزء اللي باقي الاسسمنت. طيب S sub-level filled with electron before D even though it is further from the nucleus، يبقى الانرجي of S less than energy of D، هذا سبب N plus L of S less than N plus L of D. Electrons refer to singularly to decrease repulsion force to be more stable. The paired electrons in the same orbital does not repel in although هنقول opposite spin. دي الأسئلة العادية بس نجاوبها برضو. عملت opposite magnetic field، عملت decrease repulsion force. ال N plus ال L of both subshells 4B and 3D are equal. Energy of 4B is higher because N of 4B is greater than N of 3D. Chromium abnormal electronic configuration 3D5 is half filled, more stable. Copper element abnormal 3D is full filled، يبقى more stable. Its third energy level contain number of electron equal sum of electron in first and second. Pauli exclusion principle on valences of this electron. تمام يا مستر. تعالى كده حضرتك لما ناخد الجملة دي للدرافت ونتكلم. هحفظ معاك اهو عشان ما نرجعش هنا تاني. الليفل التالت بتاعه بيساوي مجموع الالكترونز اللي في الاول والتاني، وبيقول لك طبق باولي. طب بس نجيب الاليمنت الاول. حضرتك بتقول الليفل التالت، ماشي تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. كي ال ام، ما انا ماشي مع كلام الجمله. اما اشوف ده بيتملي باتنين، مفيش هو ده مفيش فيها كلام، وهنا 8. هو بيقول التالت فيه الكترونز بتساوي مجموع الاول والتاني، يعني التالت ده فيه 10. حول اللي مكتوب ده لسب ليفل، هيبقى بقلم لونه مختلف على الخط. ال1 اس هنا مليان ب2، مفيش اللي هو. ليفل ال عنده ال2 اس فيها 2 وعنده ال2 بي فيها 6، كده تمام. الليفل التالت ده عنده 3 اس فيها 2 و3 بي فيها 6، كده دول 8. يبقى هنحتاج نفتح 3 دي كمان نحط فيها 2. 2 و6 8 و2 10. اللي قدام حضرتك ده مستوجب عند اي بني ادم في تانية ثانوي انه يمسك القلم ويقوم عامل الليفل الرابع ان من نفسه، وحاطط هنا في 2 بتوع ال4 اس 2. هو ايه اللي يستوجب من نفسه؟ انا ايه اللي عرفني انه لازم ده يحصل؟ انت كتبت ايه 3 دي وكتبتها ليه؟ عشان اكمل العدد اللي حضرتك قلته. وهي 3 دي بتظهر في التوزيع بعد مين؟ بعد ال4 اس. يبقى ازاي 3 دي موجوده ومشغوله وال4 اس ما ظهرتش؟ الله، المفروض اعرف الكلام ده لوحدي. امال هو عامل فكره سؤال على ايه؟ ما هو على كده. امال انا واقف ليه معاك؟ انا ايه اللي موقفني كده وايه اللي مقعدك انت القعده ديت؟ احنا دلوقتي بنتعب ليه؟ ما انا مش عايزين حاجه تعدي بقى. ساعه ما احط في الام عدد الكترونز
يخليني اكتب ال 3 دي، يبقى انت اوتوماتيك تكتب دي من عندك، يبقى الاليمنت ده اخر حاجه عنده 4s2 بعدين 3d2. طبق بولي. حاضر. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d2. فين بولي؟ على الفالنس الكترون. الفالنس الكترون اللي هو ده، اللي انت اصلا مستنتجه، هو ما قالولكش، ده انت اللي جبته بمعرفتك. اديله 2 الكترون في 4s اهم، 1 2. هسمي الاول A والتاني B، واقول لحضرتك ال N وال L وال ML وال MS. هتكتبه على شعري منكم لله. لتر A يبقى 4، ولتر B 4. هنا 0 0 0 0. طلع ده بوزيتيف هاف، وطلع اللي تحت نيجاتيف هاف. No two electrons have 4 same quantum numbers. اختلفوا في قيمة ال MS. مظبوط يا مستر. اللي بعد أسئلة تستحق المجهود. تعالى سعادتك ل 4 quantum numbers of valence electron of an atom are كذا، وعدد الالكترونز في الثيرد انرجي ليفل is the sum number of electrons in first and second تاني. write the electronic configuration وهو عنده بوزيتيف 2. اخر الكترون عنده 4 0 0 نيجاتيف هاف. 4 0 0 دي يعني تجيبها 4s، ده اخر حاجه عنده. طب لما يبقى ال 4s دي اخر حاجه الكترون داخل نيجاتيف هاف، يبقى الالكترون ده داون، يبقى كان في قبله واحد اب، يبقى في هنا 4s فيها 2. حضرتك هات السطر من اوله كده. حاضر. اتفضل. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 اهي مكتوبه اهي. طب وبعدين 4s2 بعدين في كمان 3d. مين اللي قال لك ان في 3d؟ هقول لحضرتك اهو، في 3d هنا وفيها 2. ليه يا مستر؟ نفس اللي فاتت بالظبط. انا عايز مجموع الالكترون في الليفل الثالث يبقى 10، ادي 2 وادي 6 يبقى 8. هيتموا 10 لما اروح الدي احط 2. يبقى انا كده حولت الانرجي سب ليفلز خليتها ليفل. بقى 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10. انت قلت فالنس، يبقى ده الاخير. ما هو ده الاخير اللي عليه فوشيا، ده الاخير. ازاي يا مستر الاخير؟ اهو ده الاخير في الكتابه في الامتلاء. انما ال 4s2 هو الفالنس، هو ابعد واحد عشان عنده كوانتم نمبر اكبر. اخليه بوزيتيف 2. ايوه خليه بوزيتيف 2. شيل 2 الكترون من الاوتر. ماشي. يبقى الكتابه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6. ال 4s فقد، يبقى ال 4s اكتبها او ما اكتبهاش عادي، وبعدين ال 3 دي فيها 2 زي ما هي، لان انت قلت لي شيل منه 2 الكترون. possible for quantum numbers of farthest electrons. ابعد الكترونات في السكنديوم 21. الانرتجاز ينفع. ارجون 18 وبعد كده 4s2 وبعد كده 3d1. مين الفارزست دول؟ الاربعه كوانتم نمبر بتوعهم هم 2 الكترون، واحد اب والتاني داون. n بتساوي 4 ليهم هما الاثنين، والال بتساوي 0 ليهم هما الاثنين، والام ال بتساوي 0 ليهم هما الاثنين. قيمة الام اس للاول بوزيتيف هاف، وقيمة الام اس للتاني نيجاتيف هاف. The electron contains the element contain one electron in last sublevel if the quantum numbers of the electron are. اخر sublevel في الكترون واحد. 3 و1 يبقى انت بتتكلم في 3b، واخر الكترون فيه الكترون واحد يبقى حضرتك بتتكلم ان هنا في الكترون واحد بس. اخر سب ليفل فيه الكترون واحد، يبقى الاليمنت ده نهايته 3b1. هيبدا ب 1s2 و2s2 و2b6 و3s2 و3b1. يبقى الالومنيوم 13. حلين واحده زيها فوق.
magnetic quantum number ML equal 0 in cobalt positive 2 ion. لو الكوبالت ده بوزيتيف 2، مفيش بوزيتيف 2 لما الكوبالت نفسه يتكتب. يبقى همسك القلم واقول 1s2 وبعدين 2s2 وبعدين 2b6 وبعدين 3s2 وبعدين 3b6 وبعدين 4s2 وبعدين 3d7. ال27 اتوزعوا. شيل 2 الكترون، هروح شايل ال2 الكترون الابعد، يبقى هم دول اللي اتشالوا، يبقى الاثنين دول ما عادوش موجودين. خلاص. امتى الام ال تبقى زيرو؟ الام ال دي بتبقى زيرو في الاس، والبوكس المتوسط في البي، والبوكس المتوسط في الدي. يبقى انا عندي هنا في ام ال بصفر، وهنا في ام ال بصفر، وهنا الام ال بصفر للصندوق اللي في النص، وهنا الام ال بصفر، وهنا الام ال بصفر للصندوق اللي في النص. نيجي عند الدي بقى اهو، 1 2 3 4 5 7 الكترون. حاضر، 1 2 3 4 5 6 7. فين بقى صندوق زيرو؟ اهو يا فندم صندوق الدنيا، نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 وزيرو وبوزيتيف 1 وبوزيتيف 2. حضرتك عايز الالكترونز اللي ساكنه في اوربيتال يكون الام ال بتاعته بصفر. بسم الله الرحمن الرحيم، دول معانا ودول معانا، والسته دول معانا منهم 2، والاثنين دول معانا، والسته دول معانا منهم 2، والسبعه دول معانا منهم 1. اللي عليه دايره ده 2 4 6 8 10، وده 1 يبقى 11. شكرا لحضرتك. Total number of orbitals which are filled with electrons in the two energy level M and L of argon. الارجون 18 يتوزع بطريقه الاعدادي 2 2 8 8 كي ال ام 8 و8 16. كي ال ام في الارجون 18 عدد الاوربيتالز المليانه. والله يا فندم الام ده عنده ال الاول عنده 2 اس و2 بي، هنا 2 وهنا 6، والام عنده 3 اس و3 بي، هنا 2 وهنا 6. يبقوا كام اوربيتال؟ الاس 1 والبي 3 يبقى 4، وهنا 1 5 و3 يبقى 8. عدد الاوربيتالز 8، وعدد الالكترونز 16. number of half-filled orbitals in element whose atomic number is 42. وزع ال 42 x 42. ارجون 18 انا اسف، كريبتون 36، وبعد كده 5s فيها 2، وبعدين ال 4 دي 36 و2 38. من 42 بقى 4. تعديل اصلا. امال ايه؟ تبقى 1 5. امال هو جايبه ليه؟ ما عشان في كلام. عدد الهاف فيلد اوربيتالز ال 5s عنده صندوق فيه الكترون 1، والخمسه بتوع دي كلهم سنجل. 1 هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، 4 5 الكترون 2 3 4 5. 5 وده 1 يبقى 6. الاجابه 6. آخر سؤال. What is the incorrect about this orbital diagram? Both arrows in 2B box should be pointing up. صح. هم دول اللي لازم، يعني هو ده التصحيح. ده التصحيح. There is nothing incorrect يا أخي. In 2B box there should be 2 electrons in the first box. غلط. غلط. All the arrows should be pointing up. لا مش كلها، احنا بنعمل up and down. انت محتاج تنفذ اجراء رقم 1. يعني ده الجملة اللي مش مظبوطة وعايزة تتصلح. The number of electrons in an atom in a certain element containing first 4 full filled sublevel and 1 half filled sublevel. طيب 4 full filled و1 half filled. sublevel 1s2 2s2 2b6 3s2. ادي الاربعه الفول فيلد. بعده 3b عايزه هاف فيلد، حط 3. 1 2 3 4 دول كومبليت، وواحد نصف. اعتقد ان المجموع 15. خلص الاسسمنت يا جميل.
نشكر حضرتك جدا على المجهود اللي انت عامله معانا. ربنا يصلح ما بين ايديكم ويوفقكم ويجازيكم خير على التعب في السنتر والاونلاين، ونشوف وشكم على خير.